السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى كريزي ووتر، كريزي ووتر ده بيننا وبينها دقيقتين بالظبط او 3 دقايق بينها وبين السكن اللي احنا كنا فيه. فدي حلاوتها يعني ان احنا رحنا، واللي كان عايز يجيب حاجة من البيت راح جابها ورجع. طبعا بتخش اول ما بتدخلي جوه بتلبسي زي اسورة على ايدك كده. كل يوم له لون معين. احنا كنا رايحين يوم الجمعة فكانوا ملبسيننا لون بينك. التذكرة ب 300 جنيه. والطفل ب 200. الطفل من فوق ال3 سنين، تحت 3 سنين بلاش، فوق ال3 سنين ب 200 جنيه. ما حدش يضحك عليكم عشان ضحكوا علينا وقالوا لنا ببلاش، ولما رحنا هناك دفعنا 200 جنيه للطفل. ال3 أطفال حسبهم طفلين يعتبر يعني. عشان كانوا هم كلهم 5 ونص. كان مفيش حد، ما كانوش مكملين 6 يعني. اول ما بندخل بنقعد في استراحه الاول كده، لان اليوم ده احنا يوم الجمعه قالوا لنا ايه. الجمعه المفروض ان احنا رايحين على ان احنا نبقى من 9 من 9 ل 3، من 9 ل 2 يا رب، من 9 ل 2. ب 300 جنيه. قالوا لا، ده النهارده اليوم النهارده مفتوح، فتاخدي من 10 بقى، مش من 9، من 10 لحد ما تطلعي براحتك من الميه لحد تقريبا 8 لو انت حابه. ده طبعا اللي هو الحمام، اللي هو البسين بتاع الاطفال فيه الحاجات اللي شغاله دي. هم طبعا قعدونا لحد ما بدات الميه تملى وايه ويشغلوها. بدأت الاطفال تنزل فيها طبعا، اللي زي ما انتم شايفين اللي هي اللي عامله زي الميزان دي، وفيها الزحليقه الحمراء دي. الحمراء دي تخينه من جوه، انا واحده ما شاء الله 100 وشويه، طلعت اتزحلقت فيها طبعا. بس ما كانش لسه خدوا بالهم مني يعني ايه. بعد شويه لما انتبهوا بدأ بقى في ناس تقف. طبعا في اول ما فتحت ما كانش حد لسه واقف عليهم. بعد ما بيقف بقى ناس زي امن كده عليها عشان ياخدوا بالهم من الاطفال برضو. حد غرق، حد اتعلق، حد اي حاجه من دي بياخدوا بالهم منها. وفيها المراجيح اللي جواها دي يعني فيها حاجات كتير جدا من جوه. فيها زحلقتين، واحده طويله شويه واحده قصيره، اللي هي الماسوره دي. وفيها الزحاليق العاديه. وفيها مرجيحه، وفيها حاجه كمان بتطلع ميه كده، اللي هي الدايره دي. الدايره اللي هناك دي بتطلع ميه. دي طبعا اطفال 3/4 الوقت قاعدين فيها. دي اللي هي الزحلقه الكبيره دي، بتطلعي الادوار دي كلها، 1 2 3 4 ادوار. وبعدين بتاخدي وانت طالعه على فوق، بتاخدي، معلش انا كنت مصوراها واقفه فعدلتها، عوجتها شويه. بتاخدي معاكي عوامه اللي هي الصفرة اللي تحت دي. في واحده بروحين ممكن فردين يقعدوا فيها زي اللي نازلين دول، وفي واحده بواحد بس يقعدوا فيها. لو واحد جسمه مليان قوي يقعد ايه حطوه في اللي هي ب2، اللي هي مروحين دي. هي امان يعني. بتنزلي تاخدي اللفه دي كده على طول، وبعدين بتطلعي على حاجه اوسع. الوقت هوريها لكم، بس لما ايه، لما تمشي شويه، عشان كانت بنتي واخويا نازلين، فضلت عاملاها شويه عشان اشوفهم هما نازلين. بس خطر يعني. بصوا انا بالنسبه لي ما طلعتش طبعا. ابويا 70 سنه طلع فيها. بتنزل بتاخد اللفه دي على حاجه كبيره، وبعدين انت تزحلقك بقى على حمام السباحه. العيال طلعوا فيها اكتر من مره يعني. هي عجبتهم، هي على قد ما هي كانت بتقولك بتبقى بتخافي منها وانت نازله، على قد ما بيحبوها ان هم يطلعوا فيها تاني. انا بس الفيديو لما يمشي اهي. دي كده بقى، هي بص بتطلع فوق كده، في ميه طالعه من فوق، في حاجه ميه بتنزل من فوق كده وترميهم على حمام السباحه. طبعا كنت بصوت وولادي نازلين. دي واحده تانية بيطلعوا فوق كده وينزلوا الماسوره دي وينزلوا جوه. دي مفتوحه من فوق، عامله زي ورده مفتوحه من فوق، وبعدين بينزلوا تحت هنا. دي طلعوا فيها ما جربوهاش تاني، ما عملوهاش تاني. ده حمام السباحه بقى للكبار، لو نزل فيه اطفال تبان تشيليه. في جاكوزي من جوه. كان يوم حلو بصراحه، بتاع الاكوا بارك ده. حلو جدا، عجبهم. لان تاني يوم كمان راحوا برضو ولادنا، راحوا لوحدهم. عجبهم الوضع ده. بقى رايحين هنا نركب اللي هو اليخت. دخلنا هنا. بنروح مش فاكره المكان اسمه ايه. مينا ايه، مينا العراوة. دي بتبعد عننا ما بتكملش نص ساعة يعني. خدنا عربية، دي بالعربية بقى، نركب عربية. تقريبا خد لها تلت ساعة، ما كملش نص ساعة كنا وصلنا من العربية دي. ده طبعا لما تدخلي هناك على المينا بتلاقي الحاجات دي بتتباع هناك. بتسألي على اليخت اللي انت تركبي عليه. احنا كنا واخدين اللي هو يخت الدورين ده. حلو على فكرة. أول ما بنخش طبعا طلعنا كلنا على الدور التاني. لكن بعد شوية اللي عايز يتصور بقى بينزل الدور الأرضي بيتصور فيه، بيبقى أحلى. الحتة اللي هي بتاعت التايتانيك دي. البحر كان حلو. بعد ما بننزل البحر تحت شوية كده بيسيبوا اللي عايز ينزل بقى في سترات نجاة. اليخت اللي احنا كنا عليه السترات دي كانت ببلاش. بتاخدي السترة وبتنزلي
وفي واحد بيبقى واقف برضو مراقب، اللي هو الكابتن بتاع السفينه اللي احنا كنا فيها دي، اليخت اللي احنا كنا فيه. بيراقب عشان الناس، وفي حبل مرمي فيه اللي هو بتاع اللي متعلق فيه المرسى على ما اعتقد. لا مش ده بتاع المرسى، في المهم بيبقوا رامين حبلين كده عشان لو حد ماسك فيهم ولا حاجه. ده هنا بتيجي في اخر احنا كنا نازلين من 6 ل8، خدنا دي من 6 ل8، هم اخرهم 8 يعني. اليخت اخره 8، الاكوا اخره 8، البحر اخره 8. ده كلهم اخرهم الساعه 8. انا نزلت طبعا، كنا قاعدين في الدور الثاني، ونزلت اتصورت هنا انا وبنتي. بتنزلي شويه تحت بتشوفي السمك تحت لما بتنزلي. بصوا الميه، يعني احنا هنا على يعني في عمق برضو هنا، بس انت شايفه الرمله. عدينا على المكان اللي هو الرمل بتبقى داخله جوه البحر من جوه كده، عامله زي طريق جوه البحر. كانت رحله سعيده والله. عجبنا حاجات كتير هناك. الحاجه الوحيده اللي فعلا كانت قفلاني هناك اللي هي الميه، ان انت لما تيجي تاخد دش جوه السكن بتاعك بتلاقي الميه بتاعته مالحه، ماهاش ميه عذبه. حمام السباحه طبعا ميه عذبه فيها كلور. غسلت الهدوم بتاعتنا الحمد لله، ونضفت شعرنا، بس احنا الهدوم فيه ملابس معانا اللي كان فيها نسبه قطن دي بتبهت شويه. كان طبعا ممنوع، لازم تنزلي بالمايوهات اللي بتنزل اللي احنا العاديه بتاعت البنات والشباب دي اللي بينزلوا بيها. الشاب ما ينفعش ينزل بتيشيرت، لازم بينزل بشورت بس. الست انا كان معايا عمتي كانت لابسه جلابيه، كان مانعينها انها تنزل، بس بعد شويه سمحوا لها انها تنزل. البنطلونات الواسعه الحاجات دي برضو كان ممنوع في الاول، وبعد كده سمحوا بيها ان احنا بننزل عادي بيها. بس كانت رحله حلوه بجد وسعيده. اتمنى فعلا تجربوا تروحوا مرسى مطروح. مرسى مطروح التذكره فيها يعتبر مش غاليه، 235 من بنها، يعني هي القطر بيطلع من القاهره على مرسى مطروح، بياخد بقى كام محطه وانت ماشيه. انا بالنسبه لي هنا ركبنا من بنها